سيبك من أي حاجة، ليفربول طردوا أرن سلوت رسمي سنة واحدة بس بعد ما كسب الدوري وخلاص برا. وأنا هقول لكم بعد شوية مين اللي ورا القرار ده، اسم ما حدش بيتكمع عنه. وبس استنى الجامد، كاي هافرز سجل في الدقيقة 5 في نهائي تشامبيونز ليج. خليني أوجعك بالرقم، أول لاعب في التاريخ يسجل لناديين إنجليزي مختلفين في نهائي أوروبي، مرة مع تشيلسي ومرة مع أرسنال. الراجل ده مخلوق للنهائيات. بس النهائي اتقلب، ديمبلي عادل من ركلة جزاء بعد ما موسكيرا ضرب كفاراتسخيليا جوها منطقة 1-1 وراحوا أشواط إضافية. أول مرة من 10 سنين النهائي يطول كده. أنا قاعد بتفرج لسه، انتوا نايمين. نرجع لليفربول. أندوني إرعولا جاي مكان سلوت، ده اللي قاله رومانو وأورنستين. أنا شخصياً شايف إن إدارة ليفربول عملت أكبر غلطة في تاريخها. راجل جاب لهم الدوري ده، طردوه بعد سنة واحدة وحشة، ده اللي اسمه ظومة. وفي البرازيل صحفي سأل أنشيلوتي: لو كنت عارف إن إصابة نيمار من الدرجة التانية كنت هتنادي عليه؟ أنشيلوتي رد: لو جدي كان عنده عجل كان بقى عربية، بيستنى نيمار للماتش الأول أو التاني ضد المغرب. مفيش تغيير في 26، 12 يوم بس على مونديال، وليفربول بتولع وأرسنال بتلعب أشواط إضافية. طب وانت، انهي خبر صدمك أكتر؟ سلوت ولا هافرتز ولا رد أنشيلوتي؟ سيبها لتحت، أنا قاعد بقرأ.